السلام عليكم يا جماعة. أنا محمد وحابب أشارككم اليوم قصة غريبة جدا حصلت معايا. قصة خلتني أشك في كل حاجة بشوفها. كنت راجع من الشغل بدري يوم من الأيام، والدنيا كانت بتمطر جامد. الشوارع كانت فاضية والهدوء كان مخيف لدرجة تسمع فيها صوت نقط المطر على الأرض. فجأة سمعت صوت بينادي باسمي: محمد. التفت يميني وشمالي، ما لقيتش حد. قلت يمكن تعبان وبتهيألي، بس الصوت رجع تاني. المرة دي كان واضح: ارجع، متكملش الطريق. قلبي وقف للحظة وحسيت برعشة في جسمي كله، وفي اللحظة دي شفت حاجة خلتني أتجمد مكاني. بنت صغيرة واقفة تحت عمود النور، لابسة فستان أبيض، شعرها طويل وغامق. حاولت أتكلم معاها، سألتها: أنت كويسة؟ محتاجة مساعدة؟ بس لما رفعت وشها، يا جماعة، الملامح اللي شفتها ما كانتش طبيعية أبدا. مش قادر أوصفها، بس حاجة خلتني أجري بكل قوتي. رجعت البيت وأنا مش مصدق اللي حصل. حاولت أقنع نفسي إن ده كله من التعب والإرهاق، بس تاني يوم الصبح لقيت ظرف أبيض تحت باب شقتي. فتحت الظرف بإيد مرتعشة، كان مكتوب جواه: محدش بيهرب أول مرة، المرة الجاية مش هنعذرك. من ساعتها والأصوات دي بقت بتجيلي كل يوم، في الشارع، في البيت، حتى في أحلامي. البنت دي بقت حتة من حياتي اليومية، بشوفها في كل مكان، حتى في المراية. وامبارح بالليل جالي الصوت للمرة الأخيرة: كمل الطريق، شوف النهاية. ودلوقتي أنا قدام اختيار صعب: أواجه ولا أهرب. بس السؤال الحقيقي: هل فيه هروب أصلا؟ يا جماعة، أنا مش عارف أفسر اللي حصل، بس اللي متأكد منه إن الدنيا فيها حاجات كتير إحنا منعرفهاش. خلوا بالكم، مش كل حاجة غريبة بنشوفها لازم نتعامل معاها. لو عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وشاركوا معانا في الكومنتات تجاربكم الغريبة. وأهم حاجة، خلوا بالكم من نفسكم وبلغوا عن أي حاجة مريبة بتشوفوها. شكرا إنكم سمعتوني، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله.